ازيكم؟ في موضوع مأثر فيا جامد في شغلي، وكنت محتاج ان انا اخد رأيك ورأي الناس اللي عندك. خليني في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. بتقول البنت اللي بعت الرسالة دي، بتقول ان انا شغال بقالي 3 سنين في الشركة اللي انا فيها. اكتشفت ان في علاقة محرمة ما بين مديري وما بين السوبرفايزر اللي موجودة معايا. صدمت جدا، وكنت فاكرة في العادي ان هما صحوبية ومفيش اي مشكلة، ولكن محدش فيكم يقول لي اسيب الشغل عشان خاطر انا محتاجة للشغل ده أوي، وما كانش ينفع ان انا اسيبه. اتفاجئت ان مديري اللي هو متجوز اصلا وعنده اولاد في علاقة محرمة ما بينه وما بين السوبرفايزر اللي معاه. اتضايقت جدا لدرجة ان اكتشفت في مكان محدش بيقدر يخشه مننا كتير الا اعداد معينة، لقيت فيها هدوم داخلية وادوات جنسية، ده غير ان كريمات جنسية وحاجات كتير من ده. اتقفلت جدا، مكنتش عايز اروح الشغل، ولاني محتاجة ليه اضطريت ان انا اروح الشغل. كنت فاكرة في الاول ان مفيش غير انا الوحيدة اللي عارفة، ولكن الناس عندي في الشغل هم عارفين، بس مش عارفين ان انا شفت الحاجات دي وما بينهم علاقة. المشكلة كمان ان هي صديقة مراته، وولاده بيحبوها جدا. انا مش عارفة اتصرف ازاي. عايز اقول لهم عشان خاطر الفضيحة، وفي نفس الوقت ما يتفتحوش من الناس عشان يبتدوا يشكوا، لان هم قريبين جدا من خلال الشغل بينهم وبين بعض. مش عارفة اتصرف ازاي. كنت محتاج اعرف رأيك ورأي الناس اللي عندك في اللي انا فيه ده، اتصرف ازاي من غير ما يحصل فضيحة. طيب اتمنى من حضرتك ان حضرتك تقول رأيك في الكومنت، واكيد طبعا شرف ليا ان اكون موجود عندي في القناة وتفعل زر الجرس. اما بالنسبة ليا، زي ما انت ما بتقولي، طالما انت محتاجة للشغل قوي، يعني انا هقولك بصراحة وما تزعليش مني، خليكي في شغلك، ركزي في شغلك واعملي شغلك وخلاص. يعني خلينا نقول مثلا لو انت حبيتي ان انت تقولي لحد او تكلمي او تخليهم ياخدوا بالهم او من الفضيحة، ممكن لما يعرف ان انت اللي عملتي كده ممكن يمشيك. يعني خليكي في شغلك بس. يعني في ناس كده بتبقى مريضة، لما تعرف ان في حد فهم او عرف اي حاجة عنها ما بخلوش موجود. انا هوجع دماغي ليه؟ ما انا مستريح في القرف اللي انا فيه. وطالما هو كده كده، يعني ربنا ستره، هيجي عليه وقت وهيتفضح. هي بقى صاحبة مراته مش صاحبة مراته، كل واحد بيشيل قرفه. يعني انا اسف يعني ان انا بقول كده. هو عايز كده وهي عايزة كده، خلاص يولعوا في جهنم. ده رأيي. هتزعلي من اللي انا بقوله؟ ده موضوع يرجع لك، واكيد طبعا الناس هتقولك رأيها في الكومنتات، واكيد انا هرد على الناس كلها في كل الكومنتات.